فريش، نحطوا منها كمية لا بأس بيها ونضربوها كويس. بسم الله. نحطوا هنا شاي ومية، وأول ما ياخد غلوة هيك حيتكتل عنا ويبدأ عنا صوص واتي. وفي صينية فيها حليب باش نغمسوا فيها البشكطي. نبدو نغمسوا في البشكطي في الحليب ونحطوه طبقة. بعدها عندي هنا زبدة بشكطي دوبتها شوية في وسط الميكروويف ونصبوها في طبقة أولى. بسم الله. وفوقها نحطوا طبقة تانية من البشكطي، بشكطي الشاهي العادي، محلاها ريحتها بالقرفة، زبدة البشكطي لذيذة لذيذة. وللطبقة الثانية حناخد من الكريمة اللي خفقناها، بنحط لها زبدة فستق دوبتها شوية في وسط الميكروويف، ونحركوا المكونات كلها مع بعضها لين تولي عندنا كريمة فستق. ونحط الطبقة الثانية، ونحط طبقة بشكوتي تانية، وعندنا طبقة المحلبية بالكراميل بنحط فوقها شوية كريمة ونحركوها. بسم الله. وننزلوا بعدها طبقة الكستردة. بسم الله. ونحطوا فوقها آخر حاجة طبقة الغلال. بسم الله. وندخلوها توا الثلاجة ولا الفريز لين تشد روحها وتبرد. وخلي نزينوها بالفراولة بعد ما بردت عندنا، ومن النص نحطوا باقي الغلال اللي حولناهم باش نخلوهم للزينة. بما أن دنيتنا ولت في حالة فقلت خلي ننظف بمنظف متعدد الاستخدامات وبعدين نكملوا عقب وصفاتنا. وبعد ما كملنا تطيبنا وحوستنا توا جاي وقت العباية والشاربة باش نغسلوها بصابوننا الفايح اللي ينحي أي بقعة عنيدة ممكن تقابلكم. وهذه كانت سفرتنا اليوم، إن شاء الله استمتعتوا واستفدتوا منها، ونتلاقوا في وصفات جاية، والسلام عليكم.